قد يتوقف القلم ويأبى الكتابة عندما لا يجد كلمات تكون إسقاطا لمسيرة لاعب وصفحة ثقيلة من صفحات الرياضة الجزائرية. لاعب كان استثناء عصره وأترابه. جمال مناد، أسطورة شبيبة القبائل والمنتخب الوطني الذي ترك بصمته في ملاعب الجزائر، إفريقيا والعالم، غادرنا اليوم إلى العالم الآخر عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض. بداية الرجل في عالم كرة القدم كانت العام 77. مر على عديد الأندية الجزائرية أبرزها شبيبة القبائل التي عرف معها قمة العطاء الكروي والتتويجات المحلية والقارية. بطل الدور الجزائري ل5 مرات، توج بكأس الجمهورية وبدور أبطال إفريقيا للأندية وكأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس. احترف في أوروبا وحمل ألوان المنتخب الوطني في أكبر المحافل الدولية والقارية: كأس العالم عام 86 بالمكسيك، التتويج بكأس إفريقيا العام 90 وكان هدافا للدورة ب4 أهداف، ليتوج بعدها رفقة المنتخب الوطني بالكأس الأفرو أسيوية العام 91. الراحل درب عدة أندية جزائرية وترك صورة جميلة عن جمال مناد، اللاعب المدرب والإنسان. رحيل الرجل خسارة كبيرة ليست فقط للكرة الجزائرية بل لنا جميعا. وداعا جمال مناد.